لان انا سبت نفسي للحزن لحد ما غرقت فيه. السلام عليكم واهلا بيكم حبايب قلبي بعد سنتين غياب. اللي يعرفني هيعرف اني بقالي اكتر من سنتين ما نزلتش اي حاجة على القناة بتاعتي، وده لان القناة اصلا انا كنت عاملاها كمحتوى علاجي. الاخصائي النفسي بتاعي نصحني اني اعمل اي حاجة بحبها، وده كان من اهم خطوات العلاج، اني اعمل اي حاجة بحبها. فانا كنت بحب اعمل محتوى افيد به الناس واتكلم مع الناس، لان حياتي في الحقيقه كانت عزله، مع اني ابان قدام الناس اللي يعرفوني شخصيا معرفه شخصيه انا اجتماعيه جدا وودوده قوي ومتحدثه قوي، وما يبانش عليا ابدا اني مريضه اكتئاب ولا في عزله. ولكن في الحقيقه هو الناس كلها اللي كانت بتحاوطني والقريبين مني ما يعرفوش انا كنت بخرج ازاي. انا كنت بخرج وانا متضرره جدا ومش عايزه اخرج ابدا، كنت عايزه ابقى في عزله، مش عايزه اشوف حد، مش عايزه حد يشوفني، اكتئاب مزمن. الاكتئاب يا رب ما حدش يشوفه ابدا. وطبعا الاكتئاب ده مريت بيه بعد وفاه والدتي الله يرحمها. انا من النوع اللي قلبي ضعيف قوي قوي قوي، من اللي هم بيقولوا عليه قلبي خصايه، ما بتحملش اي حاجه، وده عيب كبير قوي من اكبر عيوبي ما بحبهوش فيا، لكن مش عارفه اصلحه. يعني يمكن مع الاستمرار في العلاج اقدر ان انا اصلح منه شويه، لكن قلبي ضعيف قوي 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 لدرجه كبيره جدا، ودي حاجه انا ورثتها عن والدتي الله يرحمها. ما بقدرش اتحمل صدمات، ضعيفه قوي. ممكن اي مشهد ما فيهوش اي حاجه في التلفزيون عيط جامد قوي يعني، واتاثر قوي قوي عاطفيا لابعد الحدود. فطبعا انا تعبت، وطبعا مريض الاكتئاب ما حدش بيقدر يعمل له حاجه خالص، والدكتور بيقول لك كده لازم انت تاخد بايد نفسك مع الدكتور. الدكتور لوحده مش هيعرف يعمل لك اي حاجه، ولا اي حد من حبايبك بيبقوا بيحبوك وهيموتوا عشانك ونفسهم يساعدوك وما بيقدروش، لو انت مش عايز، لو انت ما عندكش رغبه، لو انت فاقد الشغف. يعني اكتئاب يعني الحياه وقفت، يعني الدنيا انتهت بالنسبه للبني ادم ده. هو عايش لكن ميت، الحياه واقفه بالنسبه له، لان انا هي معاناه. بعد كده هبقى احكي لكم عن التجربه بالظبط. انا فرحت جدا لما عملت القناه، وكانت شغلاني عن الافكار السلبيه اللي كنت بفكر فيها، وخدت مني وقتي وتفكيري، وكنت ببقى سعيده جدا وانا بحضر هقول ايه، بحضر هعمل ايه، هتكلم عن ايه الموضوع اللي يهم الناس، الموضوع اللي يشغل تفكيري واعرف اتكلم فيه كويس واعرف انصح الناس فيه كويس. كانت تجربه ناجحه بالنسبه لي كخطوه من خطوات علاجي. انا كان اهم حاجه بالنسبه لي اني اتعالج، لان كنت بشوف نفسي بموت، حرفيا كنت بموت. فطبعا انا عملت القناه ما اتكلمتش عن اي حاجه من الحاجات دي خالص، لكن انا بتكلم عنها دلوقتي بعد مرور اكتر من 3 سنين دلوقتي. يعني المفروض الكلام اللي